في الفيديو ده هنحضر مع بعض اول صنف من اصناف السحور، وهنعمل مع بعض الزبادي البيتي بجوده وطعم وكميه ما تتقارنش بزبادي المحلات. وعلى فكره انا مش ضد زبادي المحلات خالص. شوفوا ما شاء الله كميه القشطه بتاعته والتماسك بتاعه والقوام عامل ازاي، تحفه جدا جدا. وعملنا كمان اللي بطعم الفراوله واللي بصوص الفراوله، واقول لكم على كل التريكس بتاعته اللي تخليه يطلع معاكم ناجح في كل مره. وطبعا لو في اطفال ما بيحبوش الزبادي مش هيقدروا يقاوموا الزبادي الفراوله ده. استخدمت 2 كيلو من اللبن وخليتهم يغلوا على النار كويس جدا، وبعد الغليان خليتهم على نار هاديه جدا لمده 7 دقائق، وبعد كده خليتهم يبردوا تماما. عندي هنا الخميره اللي بتربط اللبن وبتخليه يتحول للزبادي. هستخدم لكل كيلو لبن 150 جرام من الزبادي، وقصدت ان انا اعمل المعيار قدامكم بالمعلقه علشان لو الميزان مش متوفر في البيت. بعد كده هضيف على الزبادي ده اختياري لكل كيلو لبن اضيف معلقه من اللبن الباودر، واساسي معلقه من السكر او معلقه من اللبن، وبقلبه كويس جدا لغايه ما بيوصل للقوام الكريمي ده. بعد كده لما بيكون اللبن حرارته نزلت ووصل ان هو بقى دافي اقدر ان انا اتحمل صباعي فيه لمده 30 ثانيه او درجه حراره من 45 ل 50، هبتدي ان انا اخد من اللبن شويه اضيفهم على الخميره بتاعت الزبادي اللي انا عملتها، وبعد كده ارجعها تاني على اللبن. بس طبعا التقليب هنا كويس جدا، يعني لازم نقلب كويس جدا واحنا بنضيف اللبن على الزبادي او واحنا بنضيف الزبادي على اللبن. التقليب ده كويس جدا وانا بيخلي كل الزبادي بتاعكم يطلع كله متماسك وتحفه. بعد كده بنبتدي بقى نصبه في اي حاجه هنحبها، في علب محكمه، في طواجن، طبعا الطواجن الفخار يعني بتاعت رمضان. بعد كده هنا عندي زبادي الفراوله ضفت على جزء منه صوص فراوله، والجزء الباقي ضفت عليه كريمه مربى بقطع الفراوله، وابتديت ان انا اصبه في الكوبايات بتاعتي. بعد كده بسخن الفرن عندي لمده 5 دقائق وبطفيها، وباكد عليكم ان انا لازم نطفيها. وبجيب عندي الصينيه اللي فيها الزبادي، بس المقطع ده اتقطع من التصوير، وبضيف عليها ميه سخنه بتغلي لغايه ربع الكوبايه كده، وبعد كده بغطيهم وادخلهم الفرن. بيفضل تقريبا من 4 ل 5 ساعات. وعايزه اقول لكم انه في فيديوهات بتقول ان احنا ما نحطوش في الفرن ولا نضيف عليه ميه مغليه، بيطلع حادق يا جماعه وما بيبقاش حلو ابدا. جربوه قولوا لي ايه رايكم، وشوفوا ما شاء الله كميه القشطه اللي فيه حلوه ازاي. واكد عليكم اننا لازم نطفي الفرن، واكد عليكم اننا نحطه في الميه المغليه وندخله